معايا كوبايتين وربع من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهضيف كمان معلقتين كبار من النشا. ادي اول معلقه ودي كمان تاني معلقه. هي دي بس كل المكونات الجافة. هقلبها بقى ونسيبها على جنب. هنا انا هستخدم 5 بيضات، ولازم يكونوا البيض بدرجة حرارة المطبخ. لو البيض اللي هتستخدموه حجمه كبير يبقى هتضيفوا 4 بيضات بس، لو البيض حجمه صغير يبقى هتضيفوا 5 بيضات. هضيف معاهم رشة كده من الفانيليا، يعني ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وكوباية من السكر. بنفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق عيرت بيها كمان السكر. هضرب بقى البيض مع السكر مع الفانيليا لغاية ما البيض يبتدي ان هو لونه يفتح، يعني من اللون الاصفر الغامق لغاية ما يبقى الخليط معاكم كده للون الاصفر الفاتح. ربع كوباية من الزيت، اي زيت نباتي موجود عندكم، بس اهم حاجة يكون زيت نوع نضيف ويكون زيت ملهوش اي طعم. هرجع تاني اضرب الزيت مع الخليط اللي هو خليط البيض مع السكر، اضربهم كده لمدة 5 دقايق. جبت هنا كسرولة ونزلت بكوباية من الحليب، وهزود كمان 150 جرام من الزبدة. يفضل الزبدة اللي احنا هنستخدمها تكون بدون ملح، يعني زبدة غير مملحة. هاخد بقى اللبن مع الزبدة هرفعهم على النار لغاية ما الزبدة تسيح وكمان الحليب يوصل لدرجة الغليان. ننزل بالدقيق شوية بشوية، انا مش بحب انزل بالدقيق مرة واحدة علشان مش عايزة اهبط الخليط، يعني دي خطوة مهمة. نزلت كده بمعلقتين، واهم حاجة لازم في اتجاه واحد نبتدي نقلب، يعني من تحت لفوق كده وفي اتجاه واحد، يعني شمال شمال يمين يمين. وبعد كده كمان زودت حوالي 3 معالق كده من خليط الزبدة مع الحليب، وبرضه هبتدي اقلب بالراحة خالص وفي نفس الاتجاه. ودول اخر شوية حليب نزلت بيهم. وجبت صينية، الصينية دي اللي انا استخدمتها دي مقاسها 28، دهنتها كده بقطعة من الزبدة، وبعد كده فرشت فيها ورقة زبدة من تحت. وندي بقى الخليط ده خبطتين كده قبل ما تدخله الفرن، ولازم يكون الفرن مشغلينه قبليها على درجة حرارة 180. الكيك بيخش على درجة حرارة هادية، هتقعد معاكم من 30 ل 35 دقيقة. 30 دقيقة نختبرها كده بعصاية الشيش طاووق، او ممكن بحرف سكينة. لو لقيتوها استوت خلاص تمام كده، لو لقيتوها لسه نية، واهم حاجة تختبروها دايما من النص، عشان ده بيكون المكان الوحيد اللي الكيكة بتكون لسه نية فيه. هتلاقوها استوت وهتلاقوها بالجمال ده. احلى كيك يومي. شايفين شكل الكيك عامل ازاي؟ كيكه هشه، وشايفين كمان مسامها مسام الكيكه ضيقه خالص. متنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد، ومتنسوش كمان تكتبوا لي كومنت حلو حتى لو بحرف او بقلب صغير، بجد هيفرق معايا كتير وهيفرح قلبي. واقول لكم باي باي واشوفكم تاني على خير.